من هم معتقلون. نعم. هذا مرة يرسلون عناصر المخابرات لضرب السفارات، يرسلون عناصر المخابرات لضرب السفارات، ويخرج وليد المعلم باليوم الثاني ويتأسف معترفا بما يحدث، وأن ما يحدث هو من هجوم على السفارات هو تعبير الشعب السوري الغاضب. فمثل ما الهجوم على السفارات هنا تحديدا، يعني إذا كان الهجوم على المساجد هذا هم الناس أصلا يعني منتهين منهم، إنهم ما يخافون الله ولا يعرفون الله. لكن هناك مواثيق دولية واتفاق فيينا وما إلى ذلك، يعني ما كان عندهم أصلا هم خوف من ردة فعل المجتمع الدولي، كما الآن اليوم مجلس الأمم المتحدة يعني أدانت هذا التصرف. لو كان هناك احترام للمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية ما حدث الذي يحدث في سوريا منذ 8 أشهر. لو كان هناك مقدار 1% باتفاقيات المعاهدات والمواثيق الدولية ما حدث الذي يحدث في سوريا. هذا النظام يضرب المدن بالصواريخ، يضرب المدن والناس العزة بالصواريخ والراجمات والقاذفات، فما بالك بسفارات؟ من أباح دم الشعب السوري، من أباح دم الشعب السوري، فهل يصعب عليه ضرب السفارات أو اقتحام السفارات؟ نعم. طيب اسمحوا لي ناخذ متصل. معاذ من السعودية. السلام عليكم يا معاذ. أخوي معاذ السلام عليكم. بركاته. حياك الله. وعليكم السلام. تفضل أخي معاذ. أخي والله إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على ما يحدث لك يا سوريا إن والله لمحزونون. إخواننا والله يقتلون، أطفال أبرياء، نساء يتمون، آباء. هذا والله عيب وعار على الدول العربية وعلى الدول الإسلامية. أكثر من 15 دولة أو 11 دولة عربية وإسلامية لا يقدرون أن يردعون هذا الجرثومة، هذا البشار، هذا الطاغية يقتل إخواننا منذ حوالي الآن واصل إليهم إلى الشهر التاسع، وإخواننا يذبحون. والله إننا نبكي دمع، إننا نبكي لدمع والله، ويعلم الله من فوق 7 سماوات. الجامعة العربية الآن تتحرك بعد 8 أشهر، 4000 قتيل، ولا في الحروب تحدث هذه. يعني شيء يعني لا يسكت عنه. نعم. دول عظمى ولا تستطيع أن تردع هذا. يعني إسرائيل لو قتل شخص لقامت الدول الأوروبية كلها في خلال يوم أو يومين أو 3. لو سقط عليهم صاروخ من صواريخ حماس لا تحركت الدول. وها هنا إخواننا وصل إلى 4000. هذا الشيء المعلوم. أما غير المعلوم فما يقارب إلى 6000 و7000. نعم. الشيء الظاهر والسجناء تنتهي. والله نرجو من الدول العربية ونرجو حماية إخواننا المتظاهرين لا أقل ولا أكثر. أطفال اللي عمره 5 سنوات و6 سنوات ما ذنب هذا الطفل المسكين حينما يقتل؟ ما ذنب والدته؟ ما ذنب إخوانه؟ ما ذنب أبيه؟ يا ليت الدول العربية تتحرك، يا ليت الدول العربية إذا ما هم مستطيعين يفتحوا لنا باب الجهاد. نحن نريد أن نحرر والله لنبيد بشارا وأعوان. والله شكرا. أكتفي بهذا أخي معاذ، أشكرك جدا بسبب ضغط الاتصالات. أيضا معنا متصل حميد الثمالي من الطائف. السلام عليكم أخوي حميد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي إسماعيل حياك الله، يا أهلا وسهلا. تفضل. أخي الكريم، يقول الله عز وجل: من ينصركم ويثبت أقدامكم. نتمنى من إخواننا ثبات الصبر إن شاء الله، وإن شاء الله سبحانه وتعالى من قريب. وهذا من وراح نشوف إلا حول القوة، لأنه يستغل الدين على الضعفاء. أخي حميد، هناك مشكلة في الاتصال لديك، أرجو أن تغير مكانك. السلام عليكم. واضح الصوت الآن؟ الآن واضح، تفضل. أنا أقول الله عز وجل: وتنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم.
فإن التمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي السبيل للنصر بيد الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لأخواني في سوريا يعني أدعو للشهداء بالرحمة، وأدعو للمصابين بالشفاء العاجل بيد الله سبحانه وتعالى، وأقول أن هذا المجرم بشار لن يسقط إلا بالقوة، لن يسقط إلا بالقوة، لن يسقط إلا بالقوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا لك أخوي حميد الثمالي من الطائف. أيضا معنا الأخ محمد اليابودي من السعودية. أخوي محمد اسمعني من التليفون. أخوي محمد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمعني من التليفون. اوكي ما في مشكلة. نحن هون من يبرود مغتربين بالسعودية، واغلب اهل يبرود مغتربين بالمملكة العربية السعودية. 3/4 شباب يبرود مغتربين. ممكن نعرف ليش؟ يعني كله من عشان هالنظام اللي ما بدي نحن الجماعة اللي ضد النظام ما بدنا نسب ولا نشتم، لانه نحن مو من جماعة اللي بيسبوا ويشتموا، بس بنقول انه الله محييك يا امير الزين، والله يحيي كل يبرود عم يطلع، وخاصة بخاخ يبرود، واي واحد لساته لهلا عم يقول انا مع النظام، معلش اسف من هالكلمة، يا بيكون منافق، يا بيكون كذاب، يا بيكون بلا شرف، يا بيكون عم يقبض مصاري من النظام. بكفينا زل 40 سنة ما في واحد الا مغترب، يا اللي قاعد ببلده مع يا دوب عم يطلع اكله وشربه ومنامته، غير هيك بيت ما بيحلم فيه. لازم نغترب لحتى نرجع لبلادنا، وغير هيك اللي بده يغترب لازم يدفع للجيش لانه والله اغترب. طيب اخوي يعني محمد تفضل. يعني الاخوان اللي بتتكلم عنهم انهم اغلب اهالي يبود مغتربين بالسعوديه، اللي موجودين الان بالسعوديه مؤيدين ولا معارضين للنظام؟ الحمد لله اغلبنا صرنا معارضين. طيب والمؤيد اللي موجود بالسعوديه ليش موجود بالسعوديه؟ ليش ما يروح على سوريا اذا هو عاجبه النظام؟ والله هذا السؤال بدك تساله له، انا عم اقول لك انه هدول يا لساتهم يا منافقين يا عم يكذبوا يا هن اصلا بلا شرف ولا مؤاخذه من الكلمه، يا انهم يعني مش بدي اقول لك المشكله انه هدول الناس ما عاد ينحكى معهم. والله يا بيت شوف القتل والذبح بسوريا ولساته عمول انا مع النظام، اما لو يقتل اخوه او ينتهك عرضه وقتها خليه يشوف شو بده يحكي. طيب احنا يا ريت والله تواصلونا بالمحبكجيه هذول، احنا بودنا حقيقه انه نتحاور معهم، وبالمناسبه احنا اصلا حاولنا التواصل مع ناس على مستويات عاليه عندهم في المتحدثين باسمهم على القنوات، وطبعا كلهم يرفضوا الخروج، ونحن هنا نعلنها على الهواء انه ليس عندنا مانع من يعني اتصالنا باي شخص من هؤلاء الابواق النظام او اللي مؤيدين للنظام. شكرا لك اخي محمد. معنا اتصال من بشرى من السعوديه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا بشرى. اول شيء كنت احب اشكر والدك البطل المغوار، واحب ان يصل ان بنتك بشرى من المتابعين لقناه الاوصال ومعكم دائما. طبعا اول شيء الحين رسالتي للشعب البطل سوريا. ايها الشعب البطل المغوار، نحن ابنائك ابناء الشعب السعودي، طبعا انا اتكلم عن الشعب السعودي لاني عايشه فيه. دائما معكم ونذكركم، معكم بالدم بمالنا بدعائنا بكل ما نملك. ايها الشعب السوري معكم نحن دائما، حتى لو اجتمعت الجامعة العربية، حتى مهما يقولون نحن معكم ايها الشعب النظام، ايها الشعب البطل نحن معكم. ارجوكم لا تخذلونا، ارجوكم لا تستسلمون لهذا الكلب. اعذرني انت سابقا قلت ايها الوديع بدون شتائم، الله يرضى عليك. بس عذرا انا لا استطيع ان اقول اشوف كلب، معليش. انت اؤمني فيها بداخلك ولكن لا تنطقي فيها. طيب بس عشان المشاهدين. يعني بشار مع احترامي الشديد يعني ماذا اصف له بدون على نابع، مع انه المفروض ينقال له هالكلام، لكن ماذا اصف شخص يقتل كم شخص بدون اي احساس بدون اي شيء؟ نعم. يعني وين الصحة الضميرية أو شيء؟ ويقول لك على ما أعتقد كان الأخ عبد الملك أمس اتصل وكان كلامه جدا مؤثر. صحيح. لما قال إن إيش طبيب عيون، أستغرب يا للعجب، طبيب عيون ولم يرى الحقيقة، ألم يرى سقوط أمام الطاغية القذافي؟ عجبا. إذا كان طبيب عيون فمن الأولى والأحرى أن يرى، هو من أول واحد المفروض يرى. استغرب لبعض الطغاة لا عجب. طيب. وأنا أكتفي هذا أختي بشرى. شكرا لك، شكرا. أعتذر لك، أرجو يعني مداخلات تكون قصيرة حتى نتيح المجال للضيوف والمتصلين الآخرين.
يعني أستاذ أمير، الأخ محمد يابودي قال كلمة حقيقة، أنه أغلب اليابوديين مغتربين، وأنت قبل قليل قلت أغلب النبكيين مغتربين، وأغلب السوريين مغتربين، يعني إذا كان الكلام إذا نبغى نتكلم بصراحة. نعم. لكن الأدهى والأمر من هذا فعلا، أنا قابلت بعضهم هنا في السعودية، جاي السعودية أو أي بلد ثاني، لكن أتكلم أنا بما أننا هنا، ثم يمدح النظام، وانه طب ليش بما انه النظام عاجبك وملائكي والاسد يعني خليفه الله في الارض وكل الكلام هذا، انت ليش متغرب من بلدك؟ ما هذا اللي محيرني انا بالذات، ومحير اللي اتصل كمان قال لك انا ما بعرف، يعني فعلا. وقال لك احد الاسباب انه يا اما يكون مغيب عقليا، يا اما في اشياء خايف عليها، يعني اكثرهم خايفين على اللي اهلهم. يقول لك لا نحن مبسوطين عايشين، يعني عفوا بهالكلمه هاي، يعني اصبحنا كالبهائم، يعني ناكل نشرب وننام وبس، هذا غايتنا ونحن مبسوطين. بيقول لك حتى انا عده ناس سالوني يعني انت امير زين شو ناقصك؟ قلت لهم والله فعلا، قال لي انت شو ناقصك؟ قلت له انا ناقصني كرامه، ارجع بلدي بكرامه واعيش ببلدي بكرامه. بلدنا اصبحت مو إلنا. في آية بتقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. نعم. وجعلوا أعزة أهلها أذلة. نعم. هذا ما حصل في سوريا فعلا. سوريا تغيرت المفاهيم من استلام مملكة الأسدية، نعتبرها لأنه وراثة أخذها طبعا، صارت مملكة يعني نعم. بدون، صارت مملكة. تغيرت المفاهيم كلها في سوريا، أصبح العزيز ذليل والذليل عزيز، وهي كلها لخدمة شخص واحد فقط. يعني أحيانا يطلع على القناة الدنيئة أو غيرها ويتكلم باسم يبرود، ويتكلم باسم النبك، ويتكلم باسم الدراعضية، وهو نكرة، بس فجأة أصبح يعرف على أنه رمز من رموز البلد أو علم من أعلامها، وهو بالحقيقة ولا شيء، نكرة. تمام. شيخ أستاذ عبد الله، ناديك بالاثنين. والله اللي تشوفه يا الله يسلمك. يعني من ما انتهى فيه الأستاذ أمير، خروج الأشخاص المتحدثين باسم المدن القبائل، نتحدث عن الأشخاص الذين يعرفون بالقنوات السورية أنهم شيوخ قبائل، وأنهم يعني يؤلهون إلا قليل فيما يخص القبائل ويطعنوا في النظام. فعلا هم شيوخ قبائل ولا تمشيخوا في القبائل؟ والله يا أخ صهيب، أنا لست موجودا هنا أساس أقول أنه هذا شيخ ولا هذا لا ننكر أن هناك في شيوخ قبائل معروفين، ولكن كيف يأتون ويدلون بدلوهم؟ هل هو عن طيب أم هو عن إكراه وإجبار؟ الرأي السديد في هذا هو الإكراه والإجبار واستخدام أبشع الطرق لإذلالهم، ومنها الشيخ نواف البشير، شيخ شمل البقارة. وإلى الآن أنا أقول أن هذا الشيخ شريف بمواقفه، شريف بحواره، شريف بأسلوبه. نواف البشير من أول الأحداث وهو يستنكر ما يقوم به النظام البائد، ومن ثم اعتقلوه مرة ومرتين وثلاث، وبالأخير نواف البشير أرغم وأجبر على قول بالإكراه. ما هي أساليبهم، ما هي طرقهم، لا تخفى على أحد. طيب، وشيوخ القبائل اللي هم من بداية الثورة هم مع النظام، ايش السبب اللي يدفع؟ معه شيخ قبيلة وراه عشرات الألوف من الناس، فعلا كما يقال وكما يصوب بأنه شيوخ القبائل مشترين، بعض طبعا شيوخ القبائل اشتراهم النظام؟ والله لا أزكي أحد ولا أبرئ أحد، ولكن هل هناك شيوخ أو عوائل تقبل المادة؟ هذا الشيء لا ننكره. هناك من يقبل المادة، وهناك من يستخدم أسلوب المرابحة بينه وبين النظام كورقة. نعم. يعني وأنتم من بني خالد
والدكم الشيخ عبد العزيز الباشا رحمه الله أيضا بني خالد، يعني حسب ما نعلم أنه لا يزال حتى الآن في شيوخ من بني خالد تحديدا مع النظام، أنت كلمة توجهها لهم. ليس هناك من شيوخ بني خالد مع النظام، وأنا أجزم وأؤكد على هذا. أفراد قبيلتي وأفراد عائلتي انحازوا انحيازا كليا إلى الجمهور، إنما أنا والله لست هنا لكي أمتدح بني خالد. بني خالد قدمت الشهداء كما قدمت قبيلة الفوائر الشهداء، كما قدمت قبيلة تنعيم الشهداء، كما قدمت قبيلة التركي، وكما كما قدمت المشاهدة في باب سباع. هذا الشيء يحسب لهم بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة. نعم، يعني أنتم تبرئون شيوخ بني خالد أنهم يكونوا مع النظام؟ نبرئهم تبرئة كاملة بإذن الله. يعني هذا شيء يحسب بحقيقة للقبيلة أن تكون بكاملها انحازت إلى الشعب. نعم.